سمعت قبل كده عن النيورال ادابتيشن او التاقلم العصبي؟ تعالى اقول لك ايه هو النيورال ادابتيشن ده. اول حاجه بتحصل لجسمك لما بتكون لسه بادئ جيم، لو لسه بادئ جيم هتلاحظ دايما انك من اول اسبوع او تاني اسبوع اوزانك بتزيد بشكل ملحوظ جدا، وطبعا انت بتفرح بتفكر ان انت كده عضلاتك زادت او بقيت اقوى، لكن استنى عندك، ده هو النيورال ادابتيشن. يعني ايه؟ يعني جسمك بيبدا يتاقلم على الحركه، والجهاز العصبي بتاعك بيبدا يتاقلم على الحركه دي ويتعود عليها، فبالتالي بتبقى اسهل وتقدر تزود اوزان. تعال ناخد مثال على الشولدر بريس. لو بنلعب شولدر بريس على الماشين او على الدمبل، لو انت بتلعب بالماشين شولدر بريس هتلاقي نفسك بتلعب باوزان عاليه جدا وبتتطور فيه في اوزان بسرعه. طيب لو جيت تلعب على الدمبل وحاولت تلعب بنفس الوزن مش هتقدر تطلع بيه عده واحده. طب ده ليه بيحصل؟ انت بقيت اضعف؟ لا، تعال اقول لك ايه اللي بيحصل. الماشين حركته ثابته، مساره معروف، مش محتاج توازن، والجهاز العصبي بيبذل فيه مجهود اقل عشان يقدر يعمل الحركه، وده طبعا بيبقى افضل للمبتدئين عشان بس يتعود ويتعلم الحركه ويبدا يعود عضلاته على الحركه دي وجهازه العصبي. اما الدمبل فحركه حره ومركبه ومحتاجه توازن وثبات اقوى، وبتشتغل كمان على عضلات تانية مساعده وعضلات مثبته، وبتزود الضغط على الجهاز العصبي فبيحصل نيورال ادابتيشن. ولكن هنا التاقلم بيبقى اصعب شويه لان الجهاز العصبي بيحتاج يعمل مجهود اكتر من الماشين. الخلاصه، عايز تكبر العضله ابدا على الماشين لو انت لسه مبتدئ، بس ما تنساش بعد فتره لازم تنقل للدمبل عشان تعود الجهاز العصبي بتاعك على الحركه الفري ويت او الحركه الحره، وعشان تفعل الجهاز العصبي وتحس بالاداء وتفعل عضلات اكتر. وبس كده، سلام.